السلام عليكم، ازيكم؟ معاكم فاطمه ابراهيم. هنتكلم النهارده عن تجهيز العزومات والمناسبات، وحتى الناس اللي بيعملوا بيزنس من البيت بيبيعوا وجبات ان شاء الله هيستفادوا من الفيديو ده. اي حاجه هتكلم معاكم فيها النهارده عاملين بيها ورق. الورق ده هنحطه مع الفيديو على الفيسبوك، وهنحطه في صندوق الوصف على اليوتيوب علشان اي حد عايز يرجع للورق ده يلاقيه، وان شاء الله هنبقى مجهزين فيه كل حاجه مكتوبه هنا. تعالوا بقى نبدا مع بعض ونشوف هنعمل ايه. اول ورقه معانا دي منيو اقتصادي، وده منيو شويه مكلف، ودي التجهيزات المسبقه للعزومات برضو فيها كل التفاصيل وهنتكلم في كل حاجه مع بعض. ودي بقى الكميات المناسبه لعدد الافراد، دي برضو موجود فيها الكميات اللي نقدر نستعملها في العزومات على حسب عدد الافراد اللي هيجوا عندنا. والجزء ده انا استعنت فيه بشيف عبد العظيم علشان هو ده شغله، هو بيعمل وجبات للمناسبات والعزومات الكبيره، فاخدت لكم بقى خبرته النهارده، وانا طبعا بشكره قبل اي حاجه. عمل معايا مجهود بصراحه، وهنتكلم بقى مع بعض في كل حاجه وان شاء الله نوضح كل حاجه. نبدا بقى باول حاجه مع بعض. اول حاجه لازم دايما نعملها قبل ما نعمل العزومات او المناسبات بتوعنا ان احنا لازم نجيب الاول ورقه وقلم. الورقه والقلم دول هو اللي احنا هنكتب فيهم كل حاجه، وده علشان نتاكد ان حاجاتنا كلها هتطلع مظبوطه وزي ما احنا عايزين بالظبط. انا عن نفسي ما بمشيش في حياتي غير بالورقه والقلم. اول حاجه بقى هنعملها هنجيب الورقه بتاعتنا كده، طبعا انتوا هتجيبوا ورقه فاضيه، انا دي مليها لكم بس علشان اديكم ليها مثال. وهنحدد اول حاجه دايما المبلغ، لازم دايما كده نعمل تايتل فوق هنا كده ونكتب فيه المبلغ المحدد، تمام؟ لان طبعا على اساس المبلغ اللي هنقدر نعرف احنا هنعمل ايه بالظبط، طبعا كل واحد على حسب امكانياته. فبعد بقى ما هنحدد المبلغ هنبدا نحدد تاني حاجه. ايه تاني حاجه؟ في رمضان في كتير مننا بيحبوا يعملوا كذا عزومه، يبقى مثلا الست بتحب تعمل عزومه لاهلها وعزومه لاهل جوزها، دول في يوم ودول في يوم. انا عن نفسي بفضل ان احنا نعمل عزومه واحده ونجمع فيها العيله كلها، تبقى مره واحده كده. بس طبعا لو الظروف مش هتسمح او المساحه مش هتسمح فاحنا بنحدد احنا هنعمل كام عزومه. خلينا نقول مثلا لو احنا هنعمل عزومتين يبقى هنقسم الورقه بتاعتنا دي لعزومه مثلا رقم 1، ونعمل هنا مثلا عزومة 2. اوكي. وبرده طبعا لازم قبل ما نختار المنيو بتاعنا نبقى عارفين احنا عندنا كام فرد جاي لنا، يعني لازم هنا برده نكتب عدد الافراد ونبقى حاسبين احنا هيجي لنا كام فرد علشان نقدر نحسب كويس احنا هنحتاج نعمل اصناف اكل قد ايه. فكده خلاص حددنا المبلغ، وحددنا هنعمل كام عزومه، وحددنا عدد الافراد، وحددنا وهنحدد هنا قائمه المشتريات وهنسيبها فاضيه. نبدا بقى نختار المنيو بتاعنا. انا هنا مديالكم كذا اوبشن في منيو، عامله لكم منيو مكلف زي ما اتفقنا، ومنيو اقتصادي زي اللي هنا ده كده. خلينا نبدا بيه الاول. طبعا شوف الرخيص الاول. الحاجات دي انا مديالكم ليها امثله، طبعا تقدروا تختاروا منه، واي واحد برضو عنده الوصفات بتاعته اللي متعود عليها برضو يكتبها. يعني دي انا ملياها، بس انتوا هتبقى ورقتكم فاضيه هتكتبوا فيها هنا المنيو او الاصناف وجنبها على طول قائمه المشتريات. اوكي. هنبدا بقى نختار المنيو بتاعنا. في حاجه برضو عايزه اقولها، انا هنا مثلا حاطه كذا نوع فراخ، حاطه فراخ مشويه، فراخ محمره، فراخ محشيه او مقليه. عايزه اقول برضو على حاجه بتبقى مناسبه جدا للعزومات. ممكن ان احنا مش شرط نعمل ديك رومي او نعمل فخده او نعمل بط او نعمل الحاجات المكلفه دي. يعني انا بلاحظ دايما ان احنا بنهتم قوي بان احنا نسيرفيس لو حاجه ضخمه زي ديك رومي زي ما قلت او الحاجات دي. ممكن برضو لو هنعمل فراخ نسيرفيسها بشكل كويس، هتبقى برضو قيمه جدا. مش لازم نصرف كتير علشان تبقى عزوماتنا قيمه، ممكن نحط فيها لمسه كويسه كده جماليه، هي دي اللي هتخلي سفرتنا قيمه. فممكن مثلا لو هنعمل فراخ، رايي انا الشخصي ان في العزومات نحاول نخلي الفراخ تبقى صحيحه، لان شكلها بيبقى احلى. هي صحيح تقطيعها بيبقى اصعب بس بتدي شكل حلو جدا. واحنا اليومين دول كل واحد بيروح عزومه اول حاجه بيعملها بيمسك موبايله ويصور، ونشوف بقى في اخر رمضان عزومه مين اللي كانت احلى. فنهتم برضو بالحته دي. ممكن الفراخ بتاعتنا مثلا نعملها مشويه كده في الفرن صحيحه على بعضها، لو هنعمل فرختين مثلا ونقدمهم في سيرفيس كده شكله حلو يكون كبير، او لو ما عندناش سيرفيس ممكن نجيب صينيه عاديه زي اللي بنقدم فيها الشاي مثلا، بس نقفلها كويس بالفويل برضو هيبقى شكلها زي السيرفيس. ونحط دايما الرز من تحت ونحط عليهم الفراخ،
ونزوقهم بقى باي حاجه، نعمل مثلا ورده كده على شكل طماطم او ترانشات خيار او حتى ورق بقدونس، اي حاجه خفيفه من دي بس هتدينا شكل حلو. هيبقى احنا كده عملنا طبق رئيسي وشكله قيم وفي نفس الوقت مش مكلف. انما طبعا بقى لو هنعمل ديك رومي او فخده او كده هي برضو بيبقى شكلها كويس. وانا برضو بفضل ان دايما الطبق الرئيسي بتاعنا نقدمه يبقى مثلا الفراخ او الفخده او الديك يبقوا فوق الرز، او مثلا لو هنعمل لسان عصفور اللي هو بيبقى ناشف من الشوربه او شعريه، اي حاجه من دي تبقى من تحت وفوقيها اللحوم. ونزوق زي ما اتفقنا. النقطه دي برضو مهمه جدا علشان تبقى سفرتنا قيمه. تمام. فخلاص كده ظبطنا الطبق الرئيسي بتاعنا. زي ما قلت لكم عندنا اوبشنز كتير جدا، طبعا احنا مش هنعمل الحاجات دي يعني، انا بس حطها لكم لو حد حب يختار منها حاجه. واحنا بقى بنجهز خلاص المنيو بتاعنا، انتوا بقى مثلا هتحطوا الوصفات بتاعتكم او لو هتختاروا من هنا، وهنكتب بقى هنا كده هنحط الطبق الرئيسي ونعمل كده خط ونكتب بقى نشوف هنختار ايه. انا برضو هنا حاطه لكم حاجات كويسه يعني ممكن برضو ان شاء الله يعني تفيدكم كافكار يعني. بعد ما هنخلص الطبق الرئيسي هنبدأ بقى نفكر في الأطباق الجانبية. أنا هنا برضو عاملة لكم الأطباق الجانبية، انتوا برضو هتعملوا كده، هنمسك الورقة والقلم وهنعمل الطبق الرئيسي وتحتيه هنعمل الطبق الجانبي. يعني امشوا بالنظام ده والله هتدعولي، يعني أنا طول عمري بعمل كده. الأطباق الجانبية برضو أنا حاطه لكم منها كذا حاجة، بس زي ما اتفقنا لو هنعمل مثلا الرز اللي هنعمله، انا هنا كاتبه لكم برده كذا نوع رز نقدمه بقى مع الطبق الرئيسي، يبقى كده حطينا ده مع ده. لو هنعمل بقى محاشي برده نظبط كده طبق كبير كده، نجيب سيرفيس حلو او الصواني اللي هي اللي بتترمي على طول دي اسمها السلس تقريبا يعني. برضو ان احنا بقى نظبط صف كده للمحشي الكرنب، صف للورق العنب، صف للبتنجان، نخليهم كده مرصوصين بشكل حلو. وبرضو نحط كده بقى ورق بقدونس او مثلا فلفل حامي نقطعه كده رفيع. نحاول برضو نعمل شكل. الحاجات دي مش بتكلفنا بس بتخلي فعلا العزومات شكلها قيم وحلو ومش بتاخد وقت. تمام. انا برضو حاطه لكم هنا شوربه، ممكن نحاول نختار نوع شرب. حاطه لكم سلطات، حاطه لكم حلويات. الحاجات دي كلها لو تحبوا تختاروا منها يعني الاختيار ليكم. النقطه بقى اللي بعدها ودي مهمه جدا، هتبقى معانا قائمه المشتريات. دي برضو مهمه جدا. ليه بقى انا بقول لازم نكتب برضو قائمة المشتريات؟ علشان ما نجيش واحنا بنطبخ ووقت العزايم بيبقى وقت ضيق، خصوصا في رمضان بنبقى صايمين وتعبانين ومش قادرين ننزل ونجري ونروح ونجيب ونعمل، وهنضيع وقت وهنعمل مجهود اكتر. الاحسن ان احنا نعمل كل حاجة في الورقة كده ونبدأ نكتب مكوناتنا كلها مرة واحدة علشان نشتري مرة واحدة، وما نجيش بقى واحنا بنطبخ نلاقي ان احنا يعني نسينا حاجة او استركنا في حاجة. طيب هنظبط قائمة المشتريات ازاي؟ بصوا بقى، احنا هنا عملنا المنيو الاول صح؟ هنعمل تحتيه مثلا لو انت الورقه بتاعتك هتعملي فوق المنيو وتحتيه مثلا المشتريات، او هنا مثلا المشتريات زي انا ما عامله. انا عامله لكم الفورم دي لو تحبوا تعملوا زيها يعني بتبقى حلوه عن تجربتي. خلاص هنعمل ازاي بقى المشتريات بتاعتنا؟ مثلا لو انا هعمل فراخ مشويه مثلا، خلاص هحط الطبق ده في دماغي كاني بطبخه بالظبط. هعرف انا عامله كام، هحتاج كام فرخه على حسب عدد الافراد. علشان كده زي ما قلنا ان احنا هنعمل هنا عدد الافراد. مثلا انا جايلي 8 يبقى هحتاج فرختين، او ممكن كمان الفراخ لو عاملين كذا صنف نخليها مثلا يعني واحنا بنقطع لو عاملينها صحيحه نقطع الورك لوحده والجزء التاني بتاع الورك يعني الدبوس ومعاه الورك او الصدر نقطعه مثلا شرايح كده. تمام. ونظبط العدد بتاعنا، وممكن طبعا كل واحد ياخد قطعه على حسب الاصناف. بس لو مثلا خلينا اتكلمنا ان كل واحد هياخد قطعه، يبقى هنا في قائمه المشتريات هنحتاج 2 فرخه صح؟ هنبدا بقى نملاها. طيب الفراخ دي هنعملها ايه؟ هنتبلها. طيب هنحتاج للتتبيله مثلا بصل. نبدا بقى نشوف في دماغنا كاننا بالظبط بنطبخ. يعني انا اهو في دماغي اني انا قدامي الكبه بتاعتي وهحط في الكبه بصل، هحط توم، هحط مثلا ملح، فلفل، بهارات وريفر يعني اللي احنا هنستعمله، طماطم، اي حاجه. ونبدا بقى نشوف الحاجه اللي انا هحطها في الكبه دلوقتي اهو موجوده عندي ولا لا، وابدا اكتب اللي احنا هنحتاجه. مثلا لو هنعمل مكرونه بالبشاميل هنبدا نحط الوصفه كلها في دماغنا كاني بنطبخ دلوقتي. اول حاجه هنحتاجها مثلا المكرونه، عندي ولا لا؟ ما عنديش، اقوم كاتبه مثلا 2 كيس مكرونه او كيس مكرونه.
هحتاج للبشاميل سمنه، زبده، دقيق، الحاجات دي ابدا اشوف في دماغي ايه الحاجات اللي عندي ما اكتبهاش، والحاجات اللي هحتاجها اقوم كاتباها. فكده يبقى انا اتاكدت اني عندي كل الحاجات اللي انا هحتاجها للوصفات دي. تمام كده. بعد بقى ما هنخلص المنيو بتاع العزومه الاولى، هنبدا نشوف العزومه الثانيه برضو. علشان كده كنت بقول لكم في الاول ان يفضل ان نعمل يعني نحدد من الاول احنا هنعمل كام عزومه، ونعمل منيو العزومتين او الثلاثه مع بعض. يعني مثلا لو انا خلاص بظبط اهو المنيو، ممكن هبقى كاتبه هنا مثلا عزومه واحد، واقوم كاتبه العزومه الاولى بتاعتي انا هعمل فيها ايه، المنيو بتاعها ايه، عزومه رقم 2، واكتب الحاجات اللي انا هعملها، الاصناف بتاعتي في عزومه رقم 2، عزومه رقم 3، على حسب كل واحد هيعمل كام عزومه. وانا برضو بعمل المشتريات، انا كده خلصت اول عزومه، هشوف تاني عزومه انا محتاجه فيها ايه، وتالت عزومه، وهنلاقي ان في حاجات بتتكرر. فبرضه علشان كده بقول ان النقطه دي مهمه جدا علشان توفر علينا الوقت. لان مثلا اللحمه المفرومه مثلا بنلاقيها ان احنا بنحتاج عصاق كتير لوصفات كتيره ولكذا عزومه، فساعتها ان احنا هيبقى سهل ان احنا نجيب مره واحده ونعصق مثلا مره واحده. خلاص، وهقول لكم بعد كده برضو هنعمل ايه بالظبط. بس خلينا في المشتريات دلوقتي، ان هنقوم كاتبين مثلا هنا لو انا مثلا هنا هعمل مكرونه بالبشاميل، والعزومه الثانيه مثلا جلاش او لازانيا او اي حاجه برضو فيها لحمه مفرومه، هقوم في قائمه المشتريات هنا مزوده الكميه. وممكن علشان انا كمان ما اتلخبطش اقوم مثلا كاتبه هنا مثلا نص مفروم لعزومه واحد، زائد نص مفروم لعزومة 2. وده علشان برضو وانا بشتري ابقى فاهمة، لاني انا ساعات مثلا ابقى مش محددة في الليستة بتاعتي انا الشخصية، واجي في السوبر ماركت اقول بس انا ليه كاتبة مثلا 4 كيلو لحمة، وابقى انا ناسية انا هعمل بيهم ايه. فبرضو علشان كده بقول لكم ان دي مهمة قوي، نحدد برضو احنا هنحتاج نص الكذا لعزومة 1، ونص لعزومة 2، ونص لعزومة 3، على حسب. تمام. فبعد بقى ما خلاص هنبقى خلصنا المنيوهات بتاعت العزومات بتاعتنا وخلصنا المشتريات، نبدأ بقى نشوف التجهيزات هنعمل فيها ايه. نيجي بقى دلوقتي للجزء بتاع التجهيزات المسبقة للعزومات. تمام. الجزء ده هيبقى عندنا الاول تجهيزات ما بعد الشوبينج. ماشي، هي الورقة دي انا هحطها لكم برضو، ارجعوا لها، كاتبه فيها كل حاجه اللي ان شاء الله توصلنا في الاخر ان احنا نطلع عزومه ناجحه 100%. او زي ما قلنا برضو الناس اللي بتشتغل في الموضوع ده او اللي عايزين يجهزوا، دي برضو هتسهل عليهم جدا. يعني ابقوا انتوا قروها برضو علشان مش عايزه اطول عليكم. نيجي مثلا عند نقطه غسيل اللحوم وتقطيعها على حسب الطريقه اللي هنسوي بيها. اوكي، دي بقى اللي هنعملها بعد ما هنرجع من الشوبينج بتاعنا. هنرجع بقى البيت، هنمسك الحاجات بتاعتنا كلها، وبصوا بقى هنعمل ايه. مثلا احنا خلاص كاتبين في الليست بتاعتنا، خلي بالكم الورق ده كله ما يترميش لغايه ما نخلص العزومه خالص. فاحنا مثلا هيبقى في الورقه عارفين ان احنا جايبين مثلا لحمه مثلا للعزومه الاولى ولحمه للعزومه الثانيه. فاحنا عايزين بقى نظبط الحاجه دي، مثلا هنسويها نص سوا او هنتبلها او كده. في حاجه مهمه جدا هنا، ان لازم الكيس اللي هنشيل فيه نكتب على الكيس ده ايه بالظبط، نكتب التفاصيل دي على الكيس. يعني مثلا هنكتب لحمه معصجه لعزومه رقم 1، مثلا فراخ فاهيتا لعزومه رقم 2. وخلي بالكم الحشوات دي كلها نقدر يوم ما نجيب الشوبينج بتاعنا نعملها مره واحده، ونقطع مثلا البصل. يعني انا هيبقى عندي الحاجه اهو عارفه في دماغي ان اللحمه دي هعصجها، الفراخ دي مثلا هعملها فاهيتا، اللحمه دي هعملها شاورما، الفراخ دي هتبلها بكده. فمثلا نقطع البصل مره واحده للحاجه دي كلها، وناخد بقى جزء لده وجزء لده وجزء لده وجزء لده. والحاجه واحنا بنكيسها هوريكم برده بعد كده ازاي نكتب على الحاجات بطريقه منظمه، وازاي ننظم الفريزر بتاعنا. بس برده دلوقتي باكد عليكم ان لازم نكتب على الحاجه علشان ما نجيش وقت العزومه نبقى متلخبطين ومش عارفين طب اللحمه دي بتاعت ايه ودي بتاعت ايه. نكتب كده التفاصيل على الكيس من بره وهوريكم ازاي. خلاص. ممكن برضو اللحوم كلها تتشال في الفريزر متبله. لو عندنا مكان كويس في الفريزر ممكن نجهز حاجات العزومات كلها، الديوك او اللحوم يعني كلها نعملها مره واحده ونشيلها في الفريزر. لو ما عندناش مكان
ممكن ان احنا نخلص الحاجات الكبيرة الاول بتاعت اول عزومة عندنا، وبعد كده نجيب بقى الحاجات التانية في العزومة التانية. برضو مش بتاخد وقت خالص، والحاجات ممكن نتبلها ونشيلها في التلاجة من 3 ايام في الرف اللي فوق، مش لازم نحطها في الفريزر. 3 ايام لو التبريد كويس بتبقى كويسة جدا وما فيهاش اي حاجة خالص. فنحاول دايما ان احنا نتبل حاجاتنا بدري شوية علشان ما يبقاش عندنا شغل كتير بقى يعني يوم العزومة او ليلة العزومة. خلاص، نيجي بعد كده لتجهيزات ليلة العزومة. قبل العزومة بيوم بقى الحاجات اللي احنا شايلينها في الفريزر كلها هننزلها بقى تحت علشان تفك. ممكن نحطها في التلاجة لو الجو حر، او لو الجو مش حر وهنطلعها بالليل نسيبها عادي من بالليل للصبح. خلاص، يبقى كده ننزل اللحوم اللي تبلناها وشلناها في الفريزر. نيجي بقى لتاني نقطة، هي الحلويات. اسمحوا لي برضو ان انا اقول لكم فيها وجهة نظري الشخصية. انا رأيي دايما ان احنا مع بعض، يعني احنا هنا مثلا انا واصحابي متعودين مع بعض على كده. انا مثلا معزومة عند واحدة ببقى عارفة ان هي واقفة في المطبخ من قبلها بيومين او حاجة وعمالة تجهز الحاجة كلها. فاول ما بتعزمني بسألها بقول لها طيب اجيب لك انا الحلويات او اعملها انا في البيت، ولا اجيب لك هدية تستفادي منها؟ وبصراحة انا واصحابي مش بنتكسف من بعض وبنقول انا عزومة رمضان اللي فات قسمت على اصحابي، والله ده مش قلة ذوق او حاجة، يعني انا بكلمكم بجد، لان كل اللي بيجي بيجيب معاه حاجة. فانا بقى والجروب بتاعي خليت مثلا ندى صاحبتي عملت لي العصاير، ايمان عملت لي الحلويات، عملت مثلا كنافة، دي عملت قطايف. فممكن حاجة زي كده تبقى حلوة قوي نتعود نعملها مع بعض. طبعا مش اللي عازمة هي اللي هتتصل تقول لهم اعملوا، يعني الكلام ده موجه للي معزومين. اول ما واحدة تعزمك اسأليها قولي لها اعمل لك انا الحلويات في البيت، ولا اجيب لك هدية تناسبك مثلا تستفادي بيها. ده رأيي الشخصي انا، طبعا لو تحبوا تعملوا بيه يعني. لو احنا بقى هنعمل حلوياتنا في البيت، يفضل طبعا ان احنا نبقى عاملينها قبلها بيوم. والشربات يعني طبعا معظم حلويات رمضان بنحتاج لها شربات او السيرب، يعني نعمله ده بقى قبلها بكذا يوم، برضو بيتشال ممكن بالسنة ما بيحصلوش حاجة خالص يعني. خلاص، ونحاول دايما نعمل الحلويات السهلة الخفيفة السريعة، لان في العزومات بيبقى الواحد اكل اوريدي كتير وبنبقى عاملين اصناف كتير، فمحدش بيبقى يعني قادر ياكل الحلويات. بس طبعا لازم نقدم، فنخلي بقى الحاجة بتاعتنا تبقى سهلة وخفيفة كده ونبقى ضامنينها، علشان مش وقته خالص ان نعمل حاجات جديدة وتبوظ مننا. تمام. نجهز برضو السلطات بتاعتنا من قبلها بيوم. ممكن الدريسنج حتى او التتبيله يعني اللي هنتبل بيها السلطه نعملها لوحدها ونشيلها في كيس ونقفله كويس، مش بيحصل لها اي حاجه خالص، وتاني يوم نحطه على السلطه. والطحينه والبابا غنوج الحاجات دي كلها ما بتبقاش فيها مشكله خالص لو قعدت في التلاجة ليله او يوم. خلاص. المحاشي برضو ضروري جدا ان احنا نلفها قبلها بيوم، وساعات كمان قبلها بيومين مش بيحصل لها اي حاجة خالص، وده عن تجربتي انا الشخصية. بس المحاشي بقى لو هنشيلها قبلها بيومين في التلاجة، لازم قبل ما نسويها نطلعها الصبح، ما نحطهاش على البوتاجاز وهي ساقعة، نسيبها لغاية ما تاخد درجة حرارة الغرفة الاول، ونحط الحلل على النار ونستنى لما الحلة تسخن كويس، وبعد كده نبدأ نسقيها بالشوربة تكون سخنة قوي، علشان طبعا لو الحاجة دخلت التلاجة بيبقى فيها مية، فلازم نتأكد ان الحلة سخنت والمية اللي فيها بدأت تدوب شوية قبل ما نحط الشوربة بتاعتنا علشان ما يعجنش. تمام. الصواني بقى اللي بالبشاميل والحاجات دي، برضو الصواني كلها بشاميل جلاش اي حاجة لو شلناها في التلاجة ومتغلفة كويس برضو مش بيحصل لها اي حاجة خالص. تمام. خلي بالكم الكلام اللي انا بقوله لكم ده انا واثقة فيه يعني، فما تقلقوش من حاجة. برضو العصاير يفضل ان احنا نبقى نعملها من قبلها، علشان وقت العزومة بقى نعرف نرتب بيتنا ونوضب ولادنا كده، ونبقى احنا كمان مش تعبانين، عندنا وقت ان احنا نظبط نفسنا ونظبط البيت ونبقى قادرين نقعد مع الضيوف بتوعنا. خلاص. مهم برضو النقطة دي جدا، ان احنا نحضر كل حاجة هنقدم فيها الاكل. مش عايزين وقت العزومة نبقى لايصين هنحط ده في ايه وندور على الاطباق ونفتح هنا وندور هنا ونطلع من هنا، دي برضو بلاش. لازم قبل العزومة على طول نطلع مثلا بالليل خلاص بعد ما خلصنا فطارنا وحاجاتنا، نبدأ بقى نطلع على السفرة بتاعتنا نوضبها ونطلع السيرفيس بتاعتها. وانا عن نفسي برضو ببقى في الليستة اللي انا بعملها بتاعت المنيو، يعني بصوا هقول لكم حاجة، دي اهي المنيو. خلاص. لو انا مثلا هختار كوردون بلو مثلا، خلاص هقوم كاتبه هنا بين قوسين هقدمه في سيرفيس ايه او هقدمه في طبق ايه، وانا فاطمه
برضو بكتب هزوقه بايه. انا دايما بمشي بكده، فخلاص ببقى عارفه ان انا الكوردون بلو الطبق ده بتاعه هبقى مطلعاه وهبقى عارفاه، وهبقى عارفه انا مزوقاه بايه او هزوقه بايه، فهبقى مجهزه الديكور بتاعي. وهبقى برضو وقت الغرف بحط بسرعه جدا. انا برضو الحاجات الديكورات دي بتاعت العزومات بحاول ان انا اقطعها كلها واظبطها واشيلها في كيس واقفله كويس، وبرضو وقت الغرف ابدا ازوق طبقي بسرعه لان الوقت بيبقى ضيق جدا. خلاص، فهنا زي ما قلنا نظبط السيرفيس بتاعنا والاطباق بتاعتنا اللي هنقدم فيها، ونحضر برضو الادوات بتاعتنا على السفره كلها. الاطقم الصيني بقى الحلوه بتاعتكم، نظبط بقى الحاجات دي كلها، نظبط السفره بتاعتنا بشكل حلو كده علشان برضو تاني يوم نبقى بنسوي ونبقى ريلاكس خالص. نحاول نخلص حاجاتنا كلها قبل العزومه بيوم. خلاص، نيجي بقى ليوم العزومه. هنصحى بقى كده الصبح بدري، نبدأ بقى بتسوية الأول الحاجات اللي بتاخد وقت طويل. يعني لو مثلا هنعمل فخدة، هنعمل ديك رومي، هنعمل الحاجات دي، نبدأ بقى نرصها في الفرن الأول علشان ممكن الفرن طبعا مش بياخد كميات كتيرة، فنبدأ نسوي الحاجات الأول الضخمة أو اللي بتاخد تسوية والحاجات اللي ينفع تتسخن، ونسيب في الآخر خالص النواشف. يعني الجلاش، المكرونة بالبشاميل، الحاجات دي نخليها بقى في الآخر خالص. نعمل اللحوم الأول وبعد كده النواشف. ونبدأ برضو في يوم العزومة نطلع على السفرة بتاعتنا، والأطباق اللي هنغرف فيها نبدأ بقى نوزع عليها الديكورات اللي احنا عاملينها قبلها وشايلينها في التلاجة زي ما اتفقنا. ده برضو ليه؟ علشان لما نيجي نغرف وقت الأذان بالظبط ما نبقاش بقى ما عندناش وقت ان احنا نزوق ونحطه كده. ممكن برضو الطبق بتاعنا هنجيبه كده ونحط مثلا هنا وردة طماطم، نحط هنا مثلا قرن فلفل ونبقى فاتحينه بالنص كده. وممكن برضو الفلفل نشوحه كده بسيط قوي او نشويه مش نشوحه على البوتاجاز، برضو بيدي لون حلو كده. ونبدأ بقى نظبط السيرفيس بتاعتنا برضو بشكل كويس قبل الاكل على طول. نيجي بقى دلوقتي للجزء بتاع الحلويات. عايزه اقول لكم على فكره بتبقى حلوه جدا وبتوفر علينا وقت ومجهود ودربكه وكل حاجه. ماشي، الحلويات انا بعمل ايه بقى؟ باجي قبل الفطار وبقوم مجهزه ترابيزه جانبيه عليها اطباق الحلويات بتاعتي. ليه بقى؟ اول حاجه مش عايزين ان الحلويات تبقى واخده من حراره المطبخ وتاخد من ريحه الاكل اللي احنا عاملينه والمحمر والمشمر والجو بتاعنا ده. بقى نفصل الحلويات خالص ونطلعها بره المطبخ ونحطها في ترابيزه على جنب. لو عندنا ترمس شاي بيبقى حلو جدا ان احنا نظبط برضو الشاي بتاعنا قبل الفطار ونطلع برضو الترمس بره ونحط كده كوبايات الشاي على الترابيزه ونحط الاطباق الصغيره بتاعت الحلويات بالشوك بتاعتنا. بتبقى شكلها حلو جدا وبتوفر علينا وقت ومجهود ودربكه. وكمان ممكن ان نخلي بقى راجل هو اللي يقوم بالمهمه دي. يعني ممكن مثلا تبقي متفقه بقى مع زوجك ان بعد الفطار انت بقى عليك انك تقدم الحلويات وتصب بقى الشاي للناس كده في كوبايات صغيره. بيبقى برضو حاجه جميله جدا وبيبقى شكلها كده لذيذ. يعني جربوها وهتلاقوا ان فعلا بتفرق جامد قوي، دربكه وكل حاجه. خلاص، نيجي بقى لاخر حاجه معانا هي الكميات المناسبه لعدد الافراد. بصوا هي دي بالتقريب، انا طبعا ما اقدرش ان انا اظبطها لكم بالظبط يعني، لان طبعا بتختلف على حسب الافراد اللي جايين وبتختلف على حسب احنا عاملين كام صنف على السفره، فهي بتبقى بالتقريب. بس مثلا الحاجه اللي عايزه اتكلم فيها قوي هي الرز، علشان جالي عليه اسئله كتير. لو احنا عاملين الرز جانبي، يعني مثلا زي ما قلنا احنا عندنا اصناف كتير، بس يعني حاطين شويه رز كده تحت الفراخ او اللحوم بتاعتنا دي، ممكن نحسبها مثلا ربع كوبايه لكل فرد. انما لو الرز هيبقى اساسي يبقى ممكن نص كوبايه لكل فرد. تمام، انا هنا مثلا كاتبه في الرز، كاتبه مثلا رز بسمتي ساده الكيلو هياكل 10. تمام، ده برضو لو معاه حاجات جانبيه، ده لو مش لوحده. وكاتبه الرز البلدي اللي بالشعريه الكيلو هياكل 8. تمام، احنا برضو هنحسبها ان الكيلو بيعمل 5 كوبايات صح؟ كل واحد هيحتاج حوالي نص كوبايه رز. لو بالشعريه يبقى طبعا الكميه بتاعته بتزيد شويه، يبقى ممكن نزود كمان 3، يبقى بدل الكيلو ما يعمل 5 لو بالشعريه هياكل 8. تمام، بس هي دي كلها حاجات بالتقريب، لان طبعا بتختلف مثلا من الناس. انا بحب رز قوي باكل رز كتير، انا مش باكل رز خالص، انا كده، فهي بتختلف يعني، بس بالتقريب. وانا عاملاها مخصوص للبنات اللي لسه متجوزه ومش عارفه تظبط الكميات، او برضو زي ما قلنا ان الناس اللي شغاله في بيزنس الاكل وبتبقى برضو مش عارفه تظبط الكميات كويس. انا هنا حاطه لكم اللحوم وحاطه لكم كل حاجه وبتبقى بالتقريب، بس ان شاء الله يعني بتبقى كويسه، يعني هتفيدكم ان شاء الله كويس.
تمام كده. كده انا خلاص شرحت لكم الورق ده كله، والورق ده زي ما اتفقنا ان هو هيتحط مع الفيديو، وان شاء الله ارجعوا له في اي وقت، واكيد هيفيدكم ان شاء الله يا رب، يعني فعلا يفيدكم، هو ده اللي هيفرحني. تعالوا بقى نشوف بعد كده ازاي نظبط الفريزر بتاعنا والاكياس بتاعتنا وازاي نحفظ الحاجه. بصوا في الاكياس دي يعني معرفش بصراحه هي موجوده في مصر ولا لا، بس برضو هوضحها عشان لو حد برضو هنا او لو موجوده في مصر. هنجيب مثلا الكيس ده كده، شايفين الابيض اللي عليه ده، ممكن برضو هنا نكتب بقى الحاجة بتاعتنا، نكتب مثلا لحمة معصجة لعزومة رقم 1. لعزومة 1 ده طبعا لو احنا هنعمل اكتر من عزايم يعني، او نكتب لعزومة رمضان او ريفر يعني المناسبة يعني اللي احنا هنعملها. انا ساعات بكتب لعيد ميلاد ابني اي حاجة يعني. ونكتب بقى تحت هنا برضو بين قوسين الحاجة اللي احنا هنستعمل بيها اللحمة، يعني مثلا الطبق ده احنا هنعمل بيه جلاش. نقوم بصوا كاتبين بالشكل ده، وطبعا انا اسفة على الخط الجميل ده، بس ممكن ده بيبقى حلو علشان ممكن مثلا ان احنا نبقى عاملين لحمة معصجة لجلاش، لمكرونة بالبشاميل، لكانيلوني، لبطاطس محشية، لكوسة مثلا محشية، يعني بنستعملها لحاجات كتير. فزي ما اتفقنا ان احنا واحنا بنعمل الشوبينج هنجيب حاجاتنا بتاعت الاصناف كلها، وهنبدأ نظبط بقى في التجهيزات، نعصج مثلا اللحمة ونبدأ بقى نقسمها كل حاجة في الكيس بتاعتها ونبقى كاتبين على الكيس. ولو الكيس ده مش موجود نجيب الاكياس برضو اللي انا متأكدة ان هي بتاعت مصر اهي، دي بتبقى طبعا موجودة في مصر. تمام. هنعمل برضو هنحط في الكيس الحاجة بتاعتنا كده. هديكم مثال، مثلا انا هنا مثلا عندي فراخ، بس طبعا انا لسه ما عملتش فيها حاجة، بس يعني خلينا نفترض ان الفراخ دي متقطعة فاهيتا مثلا، يبقى هنحط الفراخ بتاعتنا كده مثلا. اوكي. وبصوا لازم نقفل الكيس كويس، نطلع منه الهواء، هنعمله كده، ونخلي دايما الحاجة معمولة فلات يعني متبططة كده، ما يبقاش الكيس يعني مكور علشان يفك بسهولة ونقدر نعرف بسهولة ايه اللي في الكيس. فخلاص كده اهو هنطلع الهواء منه بالشكل ده، ونربط بقى الكيس بتاعنا كده. خلاص. وهنعمل بقى ايه، شايفين ده مثلا ستيكر بيتباع برضو هنا وفي مصر، اللي هي الستيكر بتاع الجلاد ده بتاع الولاد بتاع المدرسة اللي بنشتريه ده ونلزقه على الجلاد او على الكتاب، الحاجات دي هنجيبه برضو. ده سادة خالص، هنطلع كده واحدة ونحطه كده على الكيس. لو مش عايزين برضو نعمل ستيكر ممكن نقطع ورقة من اي كراسة ونحطها ونلزقها باللزقة او السكotch ده. خلاص. ونكتب برضو على الورقة كده، هنكتب مثلا دي فراخ فاهيتا العزومة مثلا، دي بقى نخليها 2 اللي هي العزومة التانية ده طبعا مثلا. خلاص. ونكتب دي مثلا هنستعملها هنحشي بيها مثلا الكريب، للكريب، عشان لو عندنا برضو فاهيتا مجهزينها لحاجة تانية برضو يعني اي حشوة نبقى فاهمين دي بتاعت ايه. فهو احنا بنطلع الحاجة بتاعتنا من الفريزر تبقى كل حاجة واضحة قدامنا بشكل كويس جدا، وما نبقاش بقى تايهين ومتلخبطين وكده. كده خلاص ظبطنا موضوع الفريزر. تعالوا برضو نشوف الحاجات الجافة هنعمل فيها ايه. نيجي بقى للجزء بتاع الحاجات الجافة. طبعا احنا زي ما اتفقنا ان ممكن ان احنا نشتري حاجاتنا كلها مرة واحدة. انا برضو بنصح ان الحاجات الاكياس يعني او المعلبات دي برضو نشتريها مرة واحدة لعزوماتنا كلها او للشهر كله، علشان برضو نبقى خلصنا كده من هم الشوبينج ونركز بقى في الطبخ، يعني ما نقعدش رايحين جايين رايحين جايين. خلاص. بس في حاجة بقى دي للناس اللي بيستسهلوا او بيسيبوا الحاجة في الكيس زي ما هو. ممكن مثلا بنفتح الكيس وفي بيلفوه كده، اللي مش بينقلوه يعني في علبة، بيقفلوا الكيس كده ويشيلوه في الكابنت. تمام. انا عن نفسي مش بنقل في علب، بس بعمل حاجة، الكيس اللي انا بفتحه بجيب الاستيك ده موجود في كل حتة طبعا، حتى موجود في مصر.
هنا في امريكا برضو بيتباع في كل حته مع الحاجات بتاعه الادوات المكتبيه. خلاص، اسمه رابر باند بالانجلش. اوكي، هنجيب الاستك ده كده، ده بالنسبه لي اساسي في حاجه المطبخ، ما اقدرش استغنى عنه ابدا. وهمسك الكيس كده واقوم ربطاه كويس بالاستك، واقوم بقى شايلاه كده. مش بياخد مكان كبير برضو، العلب بحسها ان هي بتاخد مساحه اكبر. خلاص، وكده انا حافظت بيها على نظافه المطبخ، ان هو ما اتدلقش وما حصلناش حوادث بقى نيجي نطلع الكيس يتدلق علينا او يبهدل لنا الارض او يقع في المطبخ نفسه. وممكن برضو بيجيب حشرات للمطبخ، وممكن الكيس نفسه هو اللي يدخل فيه حشره او يلقط ريحه من حاجه تانية. فاحنا بالطريقه دي قللنا المساحه وحافظنا على نظافه الحاجه اللي موجوده ونظافه المطبخ، وبتبقى برضو طريقه كويسه جدا. فبنصحكم ان الاساتك دي لازم تبقى اساسي عندنا. اي حاجه نفتحها نقفلها كويس ونشيلها. شايفين بالطريقه دي بنضمن ان مفيش اي حاجه تقع. بصوا تمام كده. انا خلصت معاكم النهارده. فعلا بتمنى اكون اتكلمت عن كل حاجه، واتمنى اكون قلت معلومات نستفاد منها. والمنيو اللي انا حطاه لو في حد محتاج اي طريقه فيه ابعتولي كومنت وهرد عليكم. وبرده علشان الوقت ده بيبقى ضيق، هستأذن شيف عبد العظيم ان هو يرد معايا. هو برده ما شاء الله شاطر جدا ومقاديره كلها بتبقى مظبوطه قوي. فحطوا كومنت لاي طريقه انتوا عايزينها من دول، لان طبعا مش كل الحاجات دي انا منزلاها، في حاجات كاتباها انا مصوراها بس لسه هنزلها لكم، وفي حاجات لسه ما صورتهاش بس ممكن اديكم طرق. اي حاجه انتوا عايزينها انا او شيف عبد العظيم زي ما قلت لكم. وبرده انا هنا مش حاطه منيو سمك، منيو السمك هعمله لوحده، وبرده هصور لكم ان شاء الله وصفات سمك حلوه جدا وسهله جدا. وبرده انا عن نفسي بموت في عزومات السمك، بس دي بقى نعملها مره تانية علشان احنا داخلين على شهر رمضان، وطبعا اول رمضان مفيش سمك كله لحوم. نخلي بقى منيوهات السمك لان شاء الله نص رمضان. كنت مبسوطه جدا ان انا معاكم النهارده، ويا رب ما اكونش تقلت عليكم وطولت عليكم. ولو في اي حد محتاج اي سؤال انا تحت امركم، حطوه في كومنت وان شاء الله هرد عليكم في اقرب وقت ممكن. كل سنه وانتم طيبين ومع الف سلامه.